وفي شي تخبرنا اياه انه انت كيف قدرت تترجم هي السعاده بالكونتنت تبعك؟ حاسس انه الاشياء اللي ممكن تتفسر بطريقه عنيفه، يعني بحضر احيانا ستاند اب كوميدي امريكي عم بيحكي نفس الشيء بس ولكن بعنف هائل. ماما بيحكي مع اهله ليك. انا بشوف انه الانسان بيقدر يلاقي سعاده باحلك الاوقات والظروف. بتذكر وقت كنت صغير وكانت يبدا القصف بلبنان، كنا كلنا ننزل على الملجأ. كنت يعني بعرف انه في احتمال صغير، طبعا ما عندي الوعي، وفي احتمال يصير لحدا شيء، بس كنت مبسوط انه نحن كلنا بمكان واحد. كنا نقعد حول ضوء اللوكس، كان في وحده من الجيران تعمل لنا سندويشات جبنه وهيك ونلعب. طبعا ما في داعي اقول لك انه مكيفين انه ثاني يوم ما في مدرسه. بس ايه، كنا نلاقي شيء سعاده جميله في كل لحظه من اللحظات اللي عشتها. يعني انا بعتبر الكوميديا تبعيتي ما بتطلعك تعيس، بتطلعك عم تتذكر شغله بسعاده.